السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة رود الماشي في كل مكان. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر خارج مصر. دعمنا بقى بتعليق كويس كده أو لايك حلو كده من إيدك الجميلة. إن شاء الله النهاردة جايب لكم في علاج كده. طبعا أنا كان العجلة دي كانت عندها عماص، ماشي. انا لقيتها عندها عماص كده وعينيها عماله تدمع، في عماص كده على عينيها بقالها يجي اسبوعين كده. فانا بصراحه يعني مش اللي هو ايه، انا قلت يمكن العماص وهيروح ومش عارف ايه لوحده كده، بس لقيته ما راحش بصراحه. فقلت اجيب لها علاج، ماشي. العلاج دوت انا بصراحه جربته، انا لسه جايبه امبارح ما شاء الله، انا لسه جايبه امبارح بالليل. حطيت لها منه مرتين اتنين بس، والحمد لله يمكن رايق دلوقتي. جبت العلاج دوت واديتهولي مرتين اتنين امبارح، ماشي. هو بيتاخد كل ساعتين. العلاج ده للعماص، ماشي. انا برضه هسيب لكم الصوره اهوت، وهكتب لكم الاسم بتاعه ان شاء الله في الوصف. العلاج ده للعماص والدماء. لو اللي عندك العجله بتدمع في عماص على عينيها ولا كده، هي بقى يجي اسبوعين لقيتها بنفس النظام ده كده. فانا طنشت ان هو ايه، ممكن يكون يعني مثلا من كتمه الاوضه جوه ولا حاجه. هو بيبقى من الكتمه وكل حاجه، يعني هو اساسا العماص والكلام ده بيبقى من الكتمه ومن اللي هي السباخ اللي بيبقى في الارضيه وكده، بيخلي الدموع دي ايه تنزل، او العماص دي. فما شاء الله يعني الحمد لله رشيت منها، اديت مرتين امبارح، ماشي. وهوريكم برضو انا بعمل برضو دلوقتي عشان الناس تعرف ايه علاجها ازاي. طبعا هي الازازه اهيت اللي اداني فيها. انا خدت طبعا الصوره اللي انتوا شفتها ديت، بتبقى ديت عينه منها، ماشي. انا واخد منها اللهم صل على النبي حوالي، واخد كام على كلامه بيقول لي ان انا مديك 20 سم، اللي هو البيطر اللي هناك. فطبعا انا باخد ايه حوالي مثلا، انا هناخد برضه وقت معاكم اهوت، ماشي. ناخد شويه في كل عين، بنبخ شويه. هي ده عامه سرنجه اهي، حوالي اقل من السنتي كده، يعني حوالي سنتي كده او اقل من السنتي، حاجه بسيطه اهي. دول شويه همت حوالي، يعني قول مثلا سنتي، تمام. هم اقل من السنتي بحاجه بسيطه، بس قول ان دول سنتي، تمام. في كل عين بقى هنديها شويه زي دي، ماشي. دي سرنجه عامه هي عاديه، اي سرنجه اي صغيره كبيره مش هتفرق كتير. هنبخ لها شويه في العين. هي الحمد لله يعتبر رايقه، الحمد لله بفضل الله يعني. بس برضه ايه، يلا اجيبها لكم برضه في الفيديو اهو. طبعا هحط في العينين الاثنين، عشان ايه؟ لان العينين الاثنين كانوا بيعمصوا، بس في واحده كانت بزياده شويه، بس مش مشكله يعني، ما بيخسرش. الكميه دي طبعا بقى بتبدا كل ساعتين اتنين، كل ساعتين اتنين بتعمل لها نفس الحركه دي كده. هو الحمد لله يعتبر ما فيهاش حاجه، الحمد لله بفضل الله. المفعول بتاع العلاج ده ما شاء الله يعني في ثانيه، يعني بسم الله ما شاء الله. انا لسه حاطه امبارح بالليل، حطيت مره الساعه حوالي 12 بالليل كده، مره الساعه حوالي مثلا 3 الفجر كده. هو المفروض كل ساعتين، بس انا كنت في الشغل ولسه جيت. على ما جيت قمت جاي حاطط له. فما شاء الله الحمد لله انا النهارده اهوت مفيش اي عماص ولا في اي حاجه. انا كنت مصورها طبعا قبل ما اجيب العلاج ده خالص، ماشي اهوت. اللي طبعا يعني انا دوت طبعا العلاج، والحمد لله انا ما كانش في حاجه من قبل ما انا نسيت اصور طبعا قبل ما ادي العلاج. وان شاء الله اصورها لكم تاني برضو اهو. يعني اهي، ده اللي على عينيها ده مش عماص، ده العلاج اللي لسه واقع على حاجه. والحمد لله انا ما كانش فيها حاجه، ما شاء الله يعني علاج كويس جدا ونضيف، بسم الله ما شاء الله عليه.
الصورة طبعا اللي ظهرت قدام حضراتكم دوت دي بتاعته. اي حد برضو محتاج اي حاجة برضو اي معلومة ولا حاجة ان شاء الله ربنا يقدرنا واجيبها لكم. طبعا التعليقات برضو طبعا لو حد عايز يستفسر عن اي حاجة، او لو حد عنده اي فكرة برضو عن الموضوع دوت موضوع العماص، لو حد عنده اي علاج تاني برضو يعرفنا برضو، يقول لنا في التعليقات لو في حد عنده علاج تاني ليه. هي طبعا يعني بتبقى عرضة زي ما انا قلت لكم كده، تلاقي العماص عماص عادي زي اي حاجة، وتلاقي زي دموع كده اوقات، بعض الاوقات كده بتدمع تمام، وممكن تلاقي العين محمرة شوية، تبقى فيه احمرار شوية. ده بيبقى نتيجة للسباخ. السباخ طبعا الأوضة انتوا عارفين ان الأوضة يعني ايه متقفلة اهيت. انا حتى بقيت بسيبها مفتوحة من ساعتها، وكنت بسيبهم بره، يعني انا اليومين دول سايبهم بره، اول مرة النهاردة اسيبهم بره. هي مفيش الا يعتبر الفتحة دي اللي هي الشباك الصغير ده، والباب طبعا انا بقفله. طول ما انا قافل الباب تبص تلاقي بقى ايه، السباخ وما بيتكبب على بعضه طبعا والحاجات دي بيعمل لهم بقى ايه زي معرفش بقى زي رطوبة في المكان، وتبص تلاقي عينهم تحمر بقى ودموع وكده اللي هي العماص وكده. الحمد لله يعني بفضل الله، انا قلت اسيبهم بقى النهارده بره وايه ونشوف النتيجه. الحمد لله بعد ما اديت العلاج ما شاء الله يعني من اول يعتبر من تاني جرعه الحمد لله العمليه ايه تهودت عن الاول كتير، فضل ونعم من عند ربنا. الحمد لله على كل شيء. ان شاء الله طبعا انتظرونا في حلقات تانية ان شاء الله، بجيب لكم اي معلومات ان شاء الله. يعني في معلومه تانية ان شاء الله في فيديو تاني هقولها لكم. برضو يعني ايه ده بيبقى عيب شرعي في قلب العجول. الجاموس يعني عامة هو بيبقى في الجاموس، بس الأغلبية بيبقى في الجاموس، يعني أغلبية العيب ده بيبقى في الجاموس. إن شاء الله هعمله لكم في فيديو تاني بإذن الله، عشان محدش برضه لما يجي يشتري يقع في نفس المشكلة دي. وربنا يحفظنا ويحفظكم. طبعا هبقى إن شاء الله أنا هعلى فيها دلوقتي وأجرد لهم، لأن الدنيا مبهدلة من تحتهم. ما جيتش من امبارح خالص، ما شلتش السباخ من تحتهم. ان شاء الله كده ايه ربنا يعيننا ويقوينا ان شاء الله نشيل تحتهم. طبعا بقى كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم وعيد الفطر قرب، وكل عام وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.